هذه النافذة ننقلها لكم هنا من جماعة مشرع العين، قيادة مشرع العين هنا بإقليم تارودانت. ساكنة أدوار مشاهدينا الكرام محاصرة إلى حدود اللحظة، ويستنجدون السلطات من أجل الحضور حتى لا يحدث هناك أي كارثة على مستوى هذه القرية. ونتابع معكم السيول التي دخلت إلى هذه القرية، والقرية محاصرة ولا نستطيع الدخول إلى هذه القرية ومعرفة ما يجري في وسط قرية أدوار بمجمعة مشرع العين. حاليا مشاهدينا الكرام سنربط الاتصال بمحمد وهو ابن قرية أدوار، هو حاليا محاصر موجود داخل هذه القرية، لا يستطيع الخروج من هذه القرية. وأجدد بأقول لكم مشاهدينا الكرام أن قيادة مشرع العين قامت بتطويق كل البوابات المؤدية إلى هذه القرية. عموما كما أقول لكم نسبة هذه السيول تزداد وترتفع، وأحدثكم أن هذه السيول قادمة من أسادس وأيضا من منطقة تزمورت هنا بإقليم تارودانت. حضرنا إلى هنا مشاهدينا الكرام من أجل إيصال صوت هؤلاء الناس. أيضا المنطقة منطقة أدوار وقرية أدوار التي كانت تترافع في أكثر من مناسبة من أجل القيام بمشاريع لحماية هذه القرية من الفيضانات، لكن لحدود اللحظة لا استجابة تذكر لمطلب الساكنة، والنتيجة تشاهدونها مشاهدينا الكرام أمامكم في الصورة. نحيي السلطات المحلية على مستوى هذه المنطقة التي تساعد وهي موجودة عن كتب هنا في كل البوابات، لكن حدود اللحظة لا أحد وهو متواجد في وسط القرية. سي محمد أهلا وسهلا بك، تحياتي لك. كتسمعني سي محمد؟ جمال مرحبا. حفظك الله سيدي محمد. عاودنا سيدي محمد، كيف دايره الاجواء عندكم تما؟ واش انتم بخير ولا شويه؟ سي جمال معك محمد من ادوار مشرع العين، جماعه مشرع العين، قياده مشرع العين. هذا الدوار هذا اللي كتسكن فيه واحد 4000 نسمه، كلشي دروك محاصره من الويدان من قبله بحار من فوق من تحت، كلشي محاصره 4000 نسمه محاصره لداخل هنايا في الدوار. انتم 4000 نسمه ما شاء الله. نعم سي جمال. 4000 نسمه اللي كاينه في هذا الدوار؟ 4000 نسمه اللي كتسكن في هذا الدوار هذا حتى 5000 نسمه. لا اله الا الله. كيف دايره الحاله يعني النفسيه ديال جميع المواطنين اللي كاينين تما؟ كل واحد في دارو كاين اللي دخل عليه، ما كاين اللي يديروا الربط، كنقولوا لهم حنا الربط عامل الخيش، وبنادم راه محارب مقاتل. انا كنهضر على راسي، انا دروك انا الدار عندي تخليها الماء، تخليها من الجهه الاخرى، انا كدرت الخيش تراب. المهم الحاجه اللي بسيطه اللي عندنا في الدار تراب واللي كان. لا اله الا الله. السلطات وصلتكم سي محمد؟ السلطات من النشره الانذاريه من البارح هما معانا كاينين، ولكن كما كيقولوا ما بيديش اش يديروا مساكين، كاينين كيحبسوا الطريق، ولكن رجاء الله. المشكل الكبير سي جمال، المشكل اللي عندنا حنا كاين في هذه فلوتورود، المشكل الكبير كاين فلوتورود. هذا الشيء عشناه في 1986، عشناه في 1996، في 2010، 2014، والكارثه الاخرى ثاني دروك هذه البارح. واش المسؤولين على مستوى المنطقه غيروا المجرى ديال شي واد ولا كيفاش؟ من الفوق كاين شي فلاحه من الفوق جابوا الطراك، هذا الشيء محالاش كاين على ما كاين. يمكن السلطات ما عندهم علم في هذه القضيه هذه، ولكن الاخبار اللي كتروج كاينين شي فلاحه الفوق اللي عاد شراو شي بور وداروا جابوا الطراكس وكيداروا دوك الربط وردوا الماء للدوار. هادو فلاحه حماو الاراضي ديالهم وما ردوش البال للساكنه ولا كيفاش؟ هذا ماشي هذا بالماء رد الماء باش ما يدخل عندهم الملك، باش يزرعوا يديروا لك القمح والذره وداك الشيء. هذه يلاه في راسنا حنا هاد الاخبار، السلطات تنتبه لهذا الشيء باش يحيدوا دوك الربط ويتفرق الماء، ماشي يرجع لهاد البلده هذه ديال اضواء. لا اله الا الله. ياك ما تسجلات شي خسائر تما ماديه على مستوى القريه ديالكم سي محمد؟ القريه الناس ظروف، الناس كيطالبوا من السلطات يبقاو معنا باش الا كاين شي حاجه شي كارثه يا ربي السلامه من فضل الله سبحانه وتعالى، الله يبعد له الباس، يوقفوا معنا باش يتدخلوا في الوقت اللي من شي حاجه. كاينين المركبات ديال الوقايه المدنيه حاضره ولا ما حاضراش في هذه القريه؟ كيفاش زعما المركبات؟ يعني الناس ديال الوقايه المدنيه جابوا الماتريال ديالهم كاينين تما؟ لا شفنا وقايه مدنيه، السلطات المحليه كاينين، السيد القائد والمخازنيه والشيخ راه حاضرين معنا من البارح. الوقايه المدنيه ما كايناش؟ ما شفنا شي حاجه هنا ما شفناها. حفظك الله. بقى معايا سيد محمد. اجدد مشاهدينا الكرام ان هذا الصوت يصلنا حاليا من هذه القريه المحاصره هنا على مستوى جماعه مشرع العين
بإقليم تارودانت. السكان يستنجدون السلطات المحلية وأيضا السلطات الإقليمية عمالة تارودانت من أجل التدخل، وأيضا الوقاية المدنية غير موجودة لحدود اللحظة. هنا مشاهدينا الكرام سي محمد وهو ابن القرية يقول بأن لا وجود للوقاية المدنية على مستوى القرية لحدود اللحظة. الساكنة تطلب يعني تدخلا استعجاليا طارئا حتى لا تحدث هناك أي كارثة على مستوى هذه القرية. مشاهدينا الكرام المحاصرة منسوب المياه يزداد مشاهدينا الكرام، أمطار غزيرة على مستوى منطقة أساتس وتزمرت، والجريان السيول مشاهدينا الكرام قد دخلت إلى القرية. شهادة محمد مشاهدينا الكرام وهي مسجلة عبر هذا البث في منصة سوزمنتكات يقول بأن هناك فلاحون على مستوى هذه المنطقة قاموا مشاهدينا الكرام بإنشاء وبعض يعني الحواجز المائية على ضيعاتهم، والمياه اتخذت مجاري أخرى، وهكذا هي النتيجة كما تشاهدون مشاهدينا الكرام. هذا البيت الذي أمامنا حاليا وكما تشاهدونه في الصورة هو محاصر، المياه قامت بلف على هذا البيت، وكل المواطنين هنا يترقبون. هناك من جاء من بعيد من أجل معرفة ما يجري هنا في قرية أدوار هنا بجماعة مشرع العين، قيادة مشرع العين بإقليم تارودانت. هذه القرية تبعد مسافة تقريبا 10 كيلومترات من مركز مدينة تارودانت، تقريبا 6 كيلومترات أو 7 على وادي سوس. مشاهدينا الكرام المنطقة شهدت أمطار غزيرة في هذه الليلة، وكانت هناك يقظة من قبل السلطات المحلية، قيادة مشرع العين وأيضا رجال القوات المساعدة حاضرون هنا منذ الأمس كما يقول محمد، لكن ليس بيدهم حيلة كما يقول محمد. السلطات وإن كانت هنا تشاهد وتتفرج، الأمر يستدعي وجود آليات، يستدعي وجود مركبات وشاحنات الوقاية المدنية وأيضا سيارات الإسعاف، لأن ممكن كل شيء أن يحدث. مشاهدينا الكرام نعرف أنها مثل هذه القرى تكون فيها أبنية من تراب، الأبنية التي هي من تراب لا تستطيع أن تقاوم هذه السيول نهائيا. والصور أمامكم مشاهدينا الكرام، نسبة يعني السيول الجارفة العارمة هنا على مستوى هذه المنطقة تزداد شيئا فشيئا. سيدي محمد، الجيران ديالك العائلات كاينين النساء اللي هما كبار في العمر، كاين ربما غادي يكونوا حوامل، كاينين صغار، عاود لينا الا انت قريب شويه تما من الناس، كيفاش داير الاجواء تما؟ جمال الناس كذلك كل واحد كيقاد على بود بابو شي طريقه اللي ضرب عليها الواد كيديروا الطراط، ولان الناس خيفانين. الناس كيديروا حواجز مائيه في البيبان ديالهم ياك؟ اي حواجز هي يبادروا كيديروا التراب، عمروا الخناشه عمروا بالتراب وكيكالوا على حساب الواد. حنا خفنا لا يجيب الله يخرج شي واد اخر، راه كارثه الا خرج شكون دروك حد الماء وصل على حد الديور. الا تزاد من سوق ديال الواد الله يفك على خير وصافي. نطلب الله سبحانه وتعالى الله يجي الشتاء تاع الخير ان شاء الله بحول الله. عودنا على الوضعيه ديال القريه سي محمد ان كان امكن. الوضعيه ديال القريه واش فيها فعلا البنايات من الاتربه، الناس بناو فقط بالتراب ولا كاين بنايات من الاسمنت؟